اسم مصر اتهان وانت بتهزر. اتفرج كده شوف الناس اللي طالعه بتحلل مباراة كاس العرب لمصر. للاسف هو ده الاعلام بتاعنا. هنشوف حد يحاسب الناس دي. اتفرج كده شوف الراجل بيعمل ايه بعد الهزيمه المذله والاهانه اللي احنا تعرضنا لها. الامم للمنتخب الاول لا برضو. طب هل انت خدت لعيبه عشان تكسب البطوله دي؟ يحوش لللايف يحوش لللايف على الهوا. والله فانت هل انت خدت اللعيبه دي عشان تاخد بيهم البطوله العربيه؟ لا. فما لا قدمت واحد ولا قدمت اثنين ولا قدمت ثلاثه. فبمنتهى البساطه يعني عدم تخطيط، الفهلوه، العشم في الصدفه يوديك للنتيجه اللي انت شايفها دي. واعد لك الاسئله تاني اذا كنت انت متخيل ان احنا ما كناش على الهوا. بس انا بحسب ما كناش على الهوا والله. قاعد لك الاسئله. ماشي اتكلم بحماس يعني وكده ولا حماس؟ ولا اتكلم زي ما انت كنت بتتكلم. هو يعني قول لي ايه رايك؟ لا بقى يعني انا بعد لك الاسئله تاني اذا كنت انت متخيل ان هي مش على الهوا. بس والله احنا كنا على الهوا. اوكي يلا اتفضل. طبعا انا عارف ان في كتير قوي منكم شاف الفيديو ده وشاف المهزله اللي حصلت، وطبعا ما مش عارف ارد عليه اقول له ايه الصراحه. يعني انت راجل كنت مدرب وكنت منضم لجهاز منتخب مصر، وراجل دلوقتي محلل في قناه المفروض ان في حد مسؤول فيها المفروض يطلع يحاسبك على اللي انت عملته والتصرف اللي انت تصرفته. هنشوف حد من قناه MBC يطلع يحاسب الكابتن محمود فايز؟ طب هنشوف حد في اتحاد الكوره هيقدر يعلق على النقطه دي؟ طب هنشوف الكابتن ابراهيم فايق هيبرر اللي حصل ده هيقول عليه ايه؟ للاسف هي دي المنظومه الاعلاميه اللي بتتكلم عن الرياضه في مصر. للاسف هو ده الاعلام وهو ده الناس اللي بتتكلم عن الكوره في مصر، وهي دي المنظومه الرياضيه في مصر. اتحاد كوره، لعيبه، مدربين، حتى الاعلاميين. منظومه بجد الواحد حزين على الكره المصريه. ولا همك اسم مصر ولا همك المنتخب الوطني. هو منتخب وطني، مش سيبك من ان هو محلي، سيبك من ان هو التيم التاني المنتخب مصر، هو في الاخر بيمثل اسم مصر. فدي رد فعلك على هزيمة مصر، الهزيمة المهينة. اسم مصر اتهان وانت بتهزر. الكرة في مصر للأسف في الانعاش. بجد الواحد حزين على اللي بيحصل لاسم مصر بجد.